الطالب سيف الدين سعد، هذا الطالب اللي قدر يحقق بنتائج السادس اعدادي على معدل كلش حلو، رغم انه هو مصاب بالشلل الرباعي وعاجز عن الحركه، لكن باصراره وعزيمه وبمساعده اهله قدر يحقق على معدل ما يقارب ال90. فبعد ما حقق هذا المعدل، وزاره التعليم او وزير التعليم كافئه بمكافاه كلش حلوه. فخلينا نتعرف على هذا الانسان وشنو كان طموحه، وهل انه راح يحصل طموحه عن طريق وزاره التعليم او لا. الطالب سيف الدين سعد اللي هو من محافظة ذي قار قدر يحقق على معدل 89.29، يعني نقدر نقول انه معدله هو 90 درجة. فهو هذا الطالب كان طموحه انه يطلع صيدلة، لكن هذا معدله ما راح يساعده ويوصل الصيدلة. فهنا يجي دور وزير التعليم العالي. هنا قرر وزير التعليم العالي انه هذا الطالب يعني رغم ظروفه ورغم اللي مر به ورغم الصعوبات اللي عنده، قرر وزير التعليم العالي انه يعفيه من الاجور الدراسيه ويدخله باي كليه اهليه تعجبه، لكن هو معفي